عشاق السمك والجمبري يجمعوا معايا عشان انا موجوده النهارده في مطعم السفاريتي الموجود في المعموره الشاطئ. حاجه كده ملهاش حل. عايزه اقول لكم بقى المطعم ده مميز بشويه حاجات زي ما انتم شايفين على الكاميرا. اول حاجه تطلبوها من عنده زي ما انا ما عملت شوربه السي فود الجامده جدا المخليه، وعنده حاجه اسمها فلي كريسبي. عايزه اقول لكم ان هم ناس بصراحه ممتازين جدا. اسماك رشيد اللي لا يعلى عليها، ده بقى الطبق اللي مفيش حد ما بيطلبوش. حاجه كده اللي هو تمزيزه، يعني تاخد كده ايه تمزيزه مع الاكل. وبعدين بقى التيست بتاعهم كان جوسي جدا في الحاجه. يعني عايزه اقول لكم ان انا طلبت السمك اللي هو الفيليه الكريسبي، وده كان جديد عليا اول مره اشوفه. المرجان انا بعشقه وانتوا عارفينه، مش اول مره لينا في المطاعم. بس الجديد ان السفاريتي لما فتح في المعموره الشاطئ عمل قلبان، يعني كده من الاخر الناس كلها عليك وام كوام، وانتوا لو ما رحتوش يبقى فاتكوا كتير. وده بقى الطبق الجامد جموده اللي ما بيتعملش غير من الناس البحريين. طبق الجمبري المشوي اللي يجيلك كده يقلب المكان كله، انت بس تشم ريحته وتقول لي لا فعلا مش قادر اقاوم. عايزه اقول لكم ان هم مميزين جدا بالتست بتاعهم، لانه فعلا مختلف عن مطاعم كتير انا رحتها. زي ما انتوا عارفين بنلف ونروح، بس كل فعلا مكان له حاجه كده تنوع وسبيشال شويتين. طبعا الصينيه نازله شكلها يهبل. انا عايزه اقول لكم ان هم عملوا صينيه البطاطس بالسمك بطريقه كرييتيف جدا، يعني عملوا حاجه كده ابداع غير اي مكان تاني. الصينيه اللي هي بالكريمه دي حاجه كده بقى يا لذيذ يا رايق. عارف انت لما يقولك تعالى دلع نفسك، اهو انت هتدلع نفسك عند السفاريتي الموجود في المعموره الشاطئ. وهو بصراحه اكسكلوسيف، مفيش غيره فيكي يا معموره. يعني لما هتنزل المعموره الشاطئ مش هتلاقي الا مطعم اسماك واحد بس، والمكان كان محتاجه. وانا